ورجعنا لكم يا اخواتي بفيديو جديد، وان شاء الله تطلعوا بالفيديو ده كله مستفيدين اكبر استفاده. بس قبل ما نبدا يا حبايب قلبي، ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتحط اشتراك وتعمل لايك. ولو حابب تشتري حساب او تبيع حساب حرفيا بارخص الاسعار، وبرده لو حابب تخش معانا بطولات او مسابقات، هتلاقيني سايبها لك في الكومنتات تحت. طبعا انت دلوقتي عايز تعرف ازاي تستغل الماتش اللي قدامك او الخصم اللي قدامك وتعرف تمسك عليه كوره وتكسب الماتش بكل سهوله. وعشان تعمل التفاصيل دي كلها لازم ان انت تطلع بالكوره كويس، يعني انت الهجمه بتاعتك تطلع منظمه كويسه. طيب الكلام ده يمشي على كل الخطط؟ يمشي على كل الخطط طالما انت حافظ اماكن اللعيبه وعارف ستايلات اللعيبه بتاعتك بتكون ايه. فانا زي ما فهمتك، عشان تكسب الماتش بكل سهوله وتعرف تستحوذ على الخصم قدامك لازم تبني هجمه صح، وحاول على قد ما تقدر ان انت الكوره ما تقطعش منك، لان انت لما بتمسك الكوره كتير انت بتستفز الخصم اللي قدامك وهو بيتضايق وبيتنرفز. فانت الخصم اللي قدامك لما يتعصب حرفيا ممكن يطلع منه غلطه، يطلع منه مثلا حاجه في الدفاع، يعمل اي حاجه، فانت دي تتحسب نقطه ليك وتعرف تستغل المباراه اللي قدامك. تعالى بقى نطبق الكلام ده على ارض الملعب عشان تفهمني اكتر. طبعا احنا هنلعب ماتش 50 كوين، يعني كل اللعيبه اللي قدامك دي من الدوري الايطالي فقط، فده ممكن يكون تحدي كويس يعني. طبعا انت شايف مين قدام؟ الملك باتيستوتا، يعني مرعب المهاجمين. حتى النسخه الجديده بتاعته اللي نزلت مش زي دي يا جدعان. يلا بينا نخش ماتش نجرب الكلام ده. مين بقى اللي جالنا؟ مين بيلعب بالميلان؟ ايه يا اسطى الريد ده يا جدعان؟ الريد ده ليه بقى تشكيلتك كده يا غالي؟ عشان مش مطمن ان الريد الواد ما بيلعبش بلاعب حرفيا غير بتاعت الميلان بس، بيلعب بالمدرب جاتوزو اوت وايت. ده هيبقى فل الفل. تعال تاني، يلا. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، حلوة. لفي بقى. ستة. ولا مش محسوبة اللي فاتت دي، مش محسوبة يا ابن اللعيبة. السلام على الفيك شوت يا جدعان، وربنا التيكي تاكا بتفرق معاك جدا. النسخة دي ازاي معهاش دبل تاتش يا جدعان؟ بس جامد. روح بقى، روح يا شيفا، روح يا شيفا، روح يا شيفا عشان اغير رأيي وادخلك تشكيلتي. جون 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 جون، طالما لمس الاسيستي ده جاي خفيف كده يبقى جون. هو اخواتي يا جدعان شكله عامل كده ليه؟ طبعا بقى هو دلوقتي خسران اتنين فهو عايز يهاجم، فخطوطه حرفيا هتتفتح، خطوطه هتتفتح. انتوا بتعملوا ايه؟ بيتقال عليه اللعيبة راح انفراد. خلاص خلاص خلاص. دي اوت سايد كده. انا عايز اوت سايد يا جدعان. نسخة رونالدينيو دي الميزة فيها الدريبل بتاعها عالي قوي يا اسطى. ما تنسحبش يا اسطى، الفيديو هيبوظ بالله عليك. بالله عليك ما تنسحب، بالله. لا ينسحب. طب ليه يا اسطى؟ يا اسطى عايزين نكمل الفيديو يا اسطى. خدنا ال 50 كوين. تعالى بقى نلعب ماتش ديفيجن عشان المعلم انسحب. وريني كده فرقتك يا نجم. اوه بيلعب باربعة تلات اتنينات. كابيلو تلاتة قلوب دفاع، وبيلعب سيرجينيو ال بي. العيال تلعب بسيرجينيو ال بي دي يعني انتوا مش طبيعيين بجد يعني. ابراهيموفيتش 110 مش عاملين له تطويره خاصه. يعني انا الان بصراحه من ابراهيموفيتش ده النسخه دي يعني يا جدعان، رأسيات والتحام جسدي وباور شوت وكل حاجه حرفيا الا السرعه والدريبل. طيب مين اللي سامه حلو هنا؟ نزينا سواريز، بقالي كتير ما بلعبش سواريز النسخه دي خالص. ممكن نحط رونالدينيو شوط اول، تمام، في اس اس، وبيدي شوط تاني. حلو قوي كده. تعليماتنا الفرديه بقى، هنعمل كاونتر تارجت للاتنين اللي قدام، وانكورنج للنو ستايل، عشان النو ستايل ساعات بيقعد يلف يمين شمال. لا احنا عايزينه ثابت مكانه زي راس الحربة العادي. حلوة. حلوة. بس تستعجلش على كورتك، تستعجلش عليها. لعيبتك هتفتح مساحات لوحدها حلوة أوي. ياه جيت منين انت؟ ارجع ارجع ارجع. احلى حاجة في الحارس المهاجم اللي هو الحارس الهجومي انه بيطلع على الكورة، فده يدو بوينت حلو أوي يعني. تستحوذ على الكورة على قد ما نقدر، تستحوذ عليها على قد ما نقدر. يلا يا خلينا نمسك الماتش، نسحب بس يدفعوا عندنا. ابراهيموفيتش طبعا ضد الكلام دوت. هات. حلو. حلو. ماشي رايق. خد. سلمه بقى سلمه. اه طويلة، ماشي تعالى. سلم ده. طبعا ده راح فاتح مساحة كده. هو ده الكلام يعني، هو ده الكلام. لف بيه. تعالى. الله يسلمك حبيب قلبي، خد دي. هو يا جدعان اللعب اللي انت تلعب وانت مركز كده هتعمل كل حاجة. يعني هو عايز يلعب انه يجيب جون، ده بقى ميزة ان انت بقى تعمل كل حاجة في الماتش. روح يا خالد. اتقل بقى. حد يتقدم معاك. ايوه. سلام. سلام. يا سلام. خد. يا سلام. هو ده الكلام، هو ده الكلام، ان انت تتقل على الكورة اصلا عشان اللاعب يخش. ده كلام رايق تحتيه خالص. ماشي ماشي رايق رايق. حلو حلو. سبحان الله. تعديش منك دي. تعديش منك.
يا نهار اسود. شيل يلا، ده ابراهيموفيتش اصلا مش عارف ازاي ما جابهاش. نزل بقى ايه تبديلاتنا الاسطوريه. طبعا المهاجمين ده يا جدعان انا بنزلهم كلهم سوبر سب. ندفيد على ايتو على بيليه على بيل برضو، كلهم سوبر سب. طبعا بيرلو اللي ما بغيروش بسيبه هو اللينك اب بتاعي عشان سرعته حرفيا سيم يعني. روح بقى. فيك شوت. سلام. فتر عليه. فتر عليه. لف بيه كده. تعالى تاني. تعالى تاني. يا سلام على الجون يا جدعان، الواد حرفيا ان انا امسك الكوره ده ميزه كده، الواد حرفيا اعصابه باظت. الواد عمال يباصي ورا بعض ورا بعض ورا بعض، هو مش فاهم هو بيعمل ايه. الواد حرفيا اعصابه باظت. جه فيها جون ولا ايه؟ ايه ده؟ حقك عليا يا اسطى، حقك عليا ما تزعلش. انا هموت. انزل يا بيليه، اسطوره يا بيليه، اسطوره. هو يا بيليه. بيليه. تعالى كده. سلام. تعالى كده تاني. ايوه. فيك شوت. ملوش حل ملوش حل ملوش حل، هو ابن المرة، هو بلنساته ابن المرة، افضل اهل الارض محمد ابو ليكا. سلام. لا يا اسطى ار2 يا جدعان، انا بهدلت الواد، انا بهدلت الواد. ماشي رايق. خد يلا. اقطع يا ابن اللعيبه. خليك مكانك يا ديدا. ولا اقول لك جامد يا ديدا والله، والله يا جدعان ديدا رايق. جامد. دي على ندفيد. مش هيجيبها ندفيد ولا هيجيبها؟ جابها ندفيد. جابها. جاب راح فين؟ راح فين؟ تعال يا اسطى، عايز اجيب جون حلو يا اسطى. يا نهار ابيض لو كانت جد يا جدعان، كانت هتيجي في الدقيقه يعني. حرفيا الواد ما شاطش علينا كتير فاهمين، وكمان مستحوذين عليه. استحواذ ده هو اللي بيفرق معاك جدا. بس يا اخواتي ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. انا عايز اوصله لكم ان انتوا تستحوذوا على الكوره باكبر قدر من الامكان، لان الاستحواذ على الكوره اصلا بيخليك تنافس على الخصم اللي قدامك. بمعنى انك تنافس على الخصم اللي قدامك انت تمسك الكوره عليه وتعرف تبني هجمه صح، لان ساعات المهاجمين ما بيكونوش واقفين في اماكنهم الصحيحه. فانت لما تستنى على الكوره وباصي كام باصه صح، فالمهاجم هتلاقيه انفراد عادي معاك جدا. مثلا انت لقيت مهاجم معاك مش متمركز صح او مش مؤدي الانفراد الصحيح، انت بترجع الكوره لورا عادي وبتقدم قدام تاني مفيش مشكله. وبس كده يا اخواتي، رب يكون الفيديو عجبكم والسلام.